هو احنا ليه واخدين فكرة غلط عن شوربة الخضار؟ يعني ليه مرتبطة معانا بالعيا مثلا؟ احنا ممكن نعمل شوربة خضار لذيذة جدا وحلوة قوي وهتعجب الكل، وطعمها هيبقى لذيذ قوي. مش لازم نبقى عيانين يعني، هي كلها فوائد طبعا، ونعملها بفكرة حلوة هتعجب كل الولاد. تعالوا اقول لكم ازاي. هيبقى معايا تشكيلة خضار اللي احنا حابينه واللي موجود في السوق. انا معايا كوسة وجزر وفاصوليا وبطاطس، بصل، طماطم، كرفس، فص توم مفروم. لو عندنا بروكلي هيبقى حلو قوي، وشوية بسلة هيبقى جميل قوي برضو. يعني ممكن نشكل الخضار اللي موجود عندنا كله، هتطلع معانا شوربة خضار رهيبة. ومش لازم نبقى عيانين عشان نشرب شوربة الخضار. الريحة نفسها لو عملتوها زي ما انا هعملها النهاردة، الكل هيقول اعملها لنا على طول. تعالى اقول لكم دلوقتي اول خطوة. اول خطوة طبعا احنا هنغسل الخضار ونقطعه زي ما احنا شايفين كده. هنجيب معلقة سمنة بلدي او اي سمنة عادي، مفيش مشكلة. ممكن معلقة زيت لو احنا عندنا، وهنحط بصلاية متقطعة مكعبات، نديها تقليبة بس كده في السمنة، مش هتصفر معانا. وهنحط فص توم مفروم معاها وبرده تقليبة. وهنحط الحاجات اللي هي هتاخد وقت الاول. عندي الجزر هياخد وقت شوية، فانا هديله تقليبة في الاول وتشويحة. والطماطمايه اللي معايا مقطعاها مكعبات وهحطها مع الجزر برضو. الطماطم هتنزل لون جميل وريحتها هتبقى حلوة قوي بقى مع البصل والثوم وبقية الخضار. فالطماطمايه دي ممكن نستغنى عنها بمعلقة صلصة. هنقلب بقى كل الخضار ده شوية لغاية ما يدبل شوية، وبعد كده هنحط الكوسة. الكوسة ما بتاخدش وقت كتير على النار، والفاصوليا ما بتاخدش وقت كتير برضو. هنحط بقى شوية فلفل اسود صغيرين. هنحط الكرفس. الملح هيبقى موجود في الشوربة، يعني مش هنحدق دلوقتي الا لما ندوق الشوربة نفسها بعد كده، ونشوف لو محتاجة شوية ملح هنحط ملح. هنحط الكرفس. هنقلب كل الخضار الجميل ده مع بعضه. احنا بقى لو عندنا بسلة ممكن نزود، لو عندنا بروكلي. يعني كل موسم بيبقى موجود خضار معين، ممكن نزود الخضار اللي احنا عايزينه. الشوربة اللي معانا تفضل اللي هي تبقى شوربة فراخ. شوربة الفراخ مع شوربة الخضار تحفة. هنحط بقى نزود الشوربة، نغطي الخضار بيها، نخلي بالنا لان الخضار بينزل مية برضو، ما نكترش قوي شوربة. هنقلب كل الخضار الجميل ده مع بعضه، ودلوقتي هندوق. لو عايزة ملح هنحط شوية ملح. هنقلب بقى الخضار ده ونسيبه يغلي على النار. نشيل اي ريم او اي حاجة هتطلع على الوش زي اللي احنا شايفينها دي. البطاطساية اللي احنا مقطعينها مكعبات هنحطها في الاخر خالص، مش هنحطها دلوقتي، يعني قبل ما نطفي ب5 دقايق، لان البطاطس بتتهري بسرعة معانا. على نار عالية مش مشكلة، يعني مش هنهدي النار. هتاخد معانا 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير. هنحط البطاطساية تاخد 5 دقايق كمان، ونطفي بعد كده. الخضار لما يكون يعني بيقرمش شوية بيبقى لسه فيه فوايد، بدل ما نهريه خالص فوائده كلها هتروح. الخضار محتفظ بشكله وقوامه وطعمه، وبيقرقش شوية معايا هيبقى تحفة. الريحة بقى ما اقولكوش. معلقة الصلصة او الطماطمية المتقطعة مع فص الثوم مع البصلاية المتحمرين غيروا شوربة الخضار مليون المية. الخضار شكله تحفة والريحة تحفة، تحفة بجد. يعني انتوا لو جربتوها بالطريقة دي، ممكن نزود شعرية. على فكرة ممكن نحمر شوية شعرية ونزودهم مع البطاطساية ويغلي، هيبقى طبق متكامل كده، فيه نشويات وفيه شوربة وفيه خضار، فيه كل حاجة. وممكن ما نحتاجش الرز جنبه، مع قطعة الفراخ أو قطعة اللحمة اللي هتبقى جنبها، وجبة متكاملة. فممكن نغير في الشوربة بالطريقة اللي تعجبنا. ممكن نحط شوية شوفان مع الشعرية، هيبقى برضو طبق متكامل وفيه كل العناصر الغذائية. انا عاده بحط الشعريه والشوفان، بس النهارده ما حطيتهاش. يا رب الطبق يبقى عجبكم، وتغيروا من الشوربه التقليديه اللي انتوا بتعملوها وتعملوا زي ما انا عملتها النهارده. بس ما تنسوش اللايك وشير عشان ناس كتير تستفاد لو الطبق عجبكم. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.